أهلاً بيكم من تاني في برنامج Access of Truth. النهاردة هنبدأ بحاجة ممكن تكون من أهم القصص اللي كشفتها في البرنامج ده. مين فعلاً ورا حملة التشويه المسعورة اللي بتحاول تدمر الشراكة بين أمريكا وإسرائيل؟ 2 من الشائعات المنتشرة ضد إسرائيل، الاتنين جايين من نفس المؤسسة واتنشروا من خلال نفس الشبكات، وبالصدفة الاتنين بيخدموا نفس المصلحة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية عن طريق محاولة إقناع الأمريكيين إن إسرائيل سيطرت على بلدهم في السر. دلوقتي خليني أوضح في البداية إن إحنا ما عندناش دليل مباشر يثبت إن الأمر جاي مباشرة من طهران، لكن اللي عندنا هو النمط، التوقيت، الشبكة، الجهات اللي بتضخم الموضوع والمستفيدين. إمتى الصدفة تبقى هي التفسير؟ أول إشاعة واللي أكيد سمعت عنها دلوقتي هي إن إسرائيل بتدفع سراً للمؤثرين $7,000 على كل منشور عشان يروجوا لإسرائيل. الإشاعة التانية اللي نشرته نفس المنصة بالظبط الأسبوع ده هي إن الكونغرس بيدمج الجيش الأمريكي مع جيش الدفاع الإسرائيلي في السر. الاتنين واضح إنهم كذب، الاتنين تشويه متعمد، الاتنين اتعملوا علشان ينتشروا بسرعة، والاتنين بعد كده اتلقفهم نفس مجموعة النشطاء المعادين لإسرائيل اللي دايماً في الآخر بيكرروا نفس الكلام اللي بيخدم طهران. وهنا بقى المفاجأة الحقيقية، الاتنين بيرجعوا في الأصل للنشر الأول في Responsible Statecraft اللي هو النشرة الرسمية لمعهد كوينسي. مركز الأبحاث اللي أسسه أو شارك في تأسيسه تريتا بارسي، اللي هو كمان شارك في تأسيس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي اللي فقد سمعته دلوقتي اللي هو إناياك. ودلوقتي تريتا دايماً بيتم تقديمه في واشنطن كأنه خبير محترم في الشأن الإيراني، بس لسنين هو وناياك واجهوا اتهامات جدية إنهم نفسهم بيتعاونوا مع النظام سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، وفي اتهامات إنهم بيشتغلوا كلوبي مؤيد للنظام الإيراني على الأراضي الأمريكية. ناياك منظمة مكروهة تماماً من الجالية الإيرانية الأمريكية، ودائماً بيدافعوا عن مواقف بتخدم بقاء النظام الإسلامي في السلطة. يا للصدفة، في كل قضية اليومين دول هتلاقي تريتا بارسي على السوشيال ميديا بيردد نظريات المؤامرة اللي النظام الإيراني نفسه بيروجها. الضغط على النظام حاجة وحشة، إسرائيل وإيباك هم المشكلة، أمريكا بتتسحب للحرب بسبب إسرائيل، والحل طبعاً دايماً يكون تقديم تنازلات أكتر لنظام إرهابي بيردد شعار الموت لأمريكا. دلوقتي المنظومة دي أنتج نظريتين مؤامرة ضد إسرائيل انتشروا بشكل كبير، 2 من أكتر النظريات اللي انتشرت السنة اللي فاتت. يلا نبدأ بالجديدة. الأسبوع ده موقع Responsible Statecraft ادعى إن الكونغرس بيتحرك في هدوء لدمج الجيشين الأمريكي والإسرائيلي. الذعر حوالين القسم 224 من قانون الدفاع الوطني لسنة 2027 اللي بيقترح مبادرة تعاون في تكنولوجيا الدفاع بين أمريكا وإسرائيل. طيب إيه معنى الكلام ده فعلاً؟ ده معناه بحث وتطوير مشترك بشكل أعمق، وده يشمل التعاون في تكنولوجيا الدفاع والسايبر والذكاء الاصطناعي وقدرات التصدي للطائرات بدون طيار والدفاع الصاروخي. بس هما مش عايزين يقدموه بالطريقة دي، ولا حتى بيذكروا إن أمريكا عندها اتفاقيات مشابهة مع حلفاء تانيين في مجالات مختلفة من البحث والتطوير. هما بيقدموه كأن جيش الدفاع الإسرائيلي هيدخل البنتاغون وياخد الباسوردات ويبدأ يدير الجيش الأمريكي من تل أبيب، وده بالظبط هو الخدعة. هم مش بيضغطوا علشان يعارضوا مشروع القانون ده، هم بيخترعوا نظرية مؤامرة بتقول إن الشراكة اللي فعلاً بتنقذ أرواح فجأة بقت سيطرة على الجيش الأمريكي. وطبعاً فكرة إن في إجماع سياسي على الموضوع ده مش علشان فعلاً ده في مصلحة أمريكا، لا ده كمان مؤامرة، وإن إيباك هي العامل المسيطر في الحكومة الأمريكية. ودلوقتي ده نفس الهوس المعادي لآيباك اللي بنشوفه مراراً وتكراراً من المجانين زي جينك أويغور ومارجري تايلور جرين اللي بيقولوا إن آيباك منظمة بتتحكم وبتتلاعب في الكونغرس الأمريكي. في الحقيقة إيباك منظمة أمريكية مكونة من مواطنين أمريكان وممولة بالكامل من فلوس أمريكية. فلما الكونغرس يحب يعمق البحث والتطوير مع إسرائيل، ده مش معناه إن جيش الدفاع الإسرائيلي بيستولي على الجيش الأمريكي أو إن إيباك بتشتري الكونغرس. دي أمريكا بتتعاون مع واحد من أكتر الحلفاء تطور وخبرة وخاضوا معارك كتير عندها. وفي نفس الوقت خلال ساعات من نشر Responsible Statecraft للمقال ده، قناة الجزيرة والجزيرة RT كلهم نقلوه. جماعات النشطاء المناهضة لإسرائيل زي كود بينك بدأت تحذر من اندماج الجيشين الأمريكي والإسرائيلي. شخصيات معروفة بعدائها لإسرائيل بدأت تنشر عن إزاي إسرائيل بتستولي على الجيش الأمريكي،
من توماس ماسي لدان بلزيريان وكل الناس اللي عمرهم ما بيضيعوا فرصة يفرقوا بين أمريكا وإسرائيل. كلهم كانوا بينشروا عن الكارثة الأخيرة دي، إن إسرائيل بتستولي على الجيش الأمريكي، وده بيرجعنا لأول حملة تشويه. فاكرين الادعاء اللي انتشر إن إسرائيل بتدفع للمؤثرين $7,000 على كل بوست؟ يا ريت. المهم، نفس المصدر هو اللي طلع الاتهام ده كمان، وده اللي حصل فعلاً. كان في حملة مؤثرين معلنة ومسجلة في فارا ومرتبطة بوزارة الخارجية الإسرائيلية عن طريق Bridges Partners وحافاس ميديا جروب في ألمانيا. يعني الموضوع ما كانش سر، كانت حملة مسجلة ومعلنة تحت القانون الأمريكي، والغرض اللي كان مكتوب في الأوراق هو المساعدة في تعزيز التبادل الثقافي بين أمريكا وإسرائيل. دلوقتي ممكن يعجبك ده أو ما يعجبكش، ممكن تشوف إن الحكومات الأجنبية لازم أو مش لازم تعمل حملات دبلوماسية عامة، ده عادي، بس ما تدعيش إن ده مؤامرة إجرامية سرية، وهو حرفياً متسجل عند الحكومة الأمريكية تحت قانون فارا. وفي نفس الوقت معهد كوينسي شاف التسجيل ده وعمل حركة لطيفة جداً. خدوا الميزانية الكاملة للحملة اللي حوالي $900,000 وطرحوا منها التكاليف اللي هم عايزينها، وبعدين قسموا الفلوس على تقدير قليل جداً من 75 ل 90 منشور، وده هو اللي خلاهم يطلعوا العنوان اللي بيقول إن إسرائيل كانت بتدفع للمؤثرين $7,000 في البوست الواحد. بس لما تقرأ فعلا مواد فارة الصورة بتكون مختلفة تماما. الوثيقة فعلاً بتقول من 25 ل 30 بوست في الشهر لكل مؤثر لمدة 5 شهور. ده معناه إن البوست الواحد هيكون ما بين 220 و $440 للبوست، فرق كبير عن $7,000. دلوقتي واضح إن دي كانت محاولة سيئة النية لتشويه سمعة أي حد بيدافع عن إسرائيل باعتباره عميل، وكمان لتغذية نظريات المؤامرة وأفكار عدم ولاء اليهود في الحوار العام الأمريكي. ده حرفياً البند الأول على أجندة جمهورية إيران الإسلامية وأيديولوجية الخميني، وللأسف هم نجحوا جداً بسبب ناس زي تريتا بارسي. الكذبة بتاعت $7,000 انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا، بيتم استخدامها كأداة لإسكات أو تجاهل الأصوات اليهودية اللي بتفضح الكراهية الشديدة لليهود اللي بتنتشر في كل مكان في العالم. شايفة النمط ده دلوقتي؟ أول حاجة هيقولوا للأمريكان إن الأصوات المؤيدة لإسرائيل دول عملاء سريين بيتقاضوا فلوس علشان يشوهوا سمعة الأصوات البارزة، وبعدين بينشروا ادعاءات إن AIPAC عبارة عن لوبي أجنبي بيبتز ويسيطر على الكونجرس علشان يهاجم العلاقة بين أمريكا وإسرائيل. وبعد كده بيقولوا للناس إن التعاون الدفاعي مع إسرائيل معناه إن جيش الدفاع الإسرائيلي هيندمج مع الجيش الأمريكي، وده علشان يخوفوا الأمريكان ويخلوهم يفتكروا إن إسرائيل عايزة تسيطر على الجيش الأمريكي ويزرعوا الشك بينهم. الهدف واضح، يخلوا الأمريكان يحسوا بالبارانويا ويفتكروا إن إسرائيل بتسرق فلوسهم وبتشتري المؤثرين بتوعهم وبتتحكم في السياسيين بتوعهم، ودلوقتي كمان بتستولي على جيشهم. طيب مين اللي بيستفيد من الحملات دي؟ هل أمريكا بتستفيد لما تضعف أهم حليف ليها في الشرق الأوسط في نفس الوقت اللي النظام الإسلامي بيوسع شبكات وكلائه وبيعيد بناء برامج الصواريخ وبيحاول ينجو من أزمة شرعية تاريخية؟ لا. هل إسرائيل بتستفيد لما الأمريكان يصدقوا إن بلدهم اتخطفت بواسطة جيش الدفاع الإسرائيلي؟ أكيد لا. طيب مين اللي بيستفيد؟ الجمهورية الإسلامية هي اللي بتستفيد. يمكن طهران ما كتبتش العنوان، بس طهران ما كانتش تقدر تكتب عنوان أحسن من كده. الموضوع ده محتاج تحقيق. الكونجرس لازم يسأل مين اللي بيمول النظام ده ومين اللي بيضخمه ومين اللي بينسق مع مين. ليه نفس الادعاءات دي دايماً بتبدأ من نفس الأماكن وبتتحرك في نفس الشبكات وبتخدم نفس المصالح الاستراتيجية للنظام الإسلامي؟ الأساطير دي ما جاتش من فراغ، هي جاية من مصدر معين واللي بالصدفة ليه علاقات مع النظام الإسلامي. النتيجة واحدة، سواء كان الأمر جاي مباشرة من طهران أو لو كانت مجرد منظومة موالية للنظام بتعمل اللي النظام محتاجه. التحالف بين أمريكا وإسرائيل بتستهدف بشكل خاص، والناس اللي بيعملوا كده معتمدين إنك مش هتاخد بالك. وده ياخدنا مباشرة لقطر، صدق أو لا تصدق. الأسبوع ده تقرير جديد من آيس جاب كشف إن قطر صرفت أكتر من $65 مليون على مدار 17 سنة في محاولة للتأثير على نظام التعليم الأمريكي ضد إسرائيل تحديداً. دلوقتي إحنا بنتكلم عن مدارس، جامعات، برامج تدريب المدرسين، شبكات التعليم الوطنية، المناهج، وكل الحاجات اللي بتشكل إزاي الأطفال والطلبة الأمريكيين بيتعلموا عن إسرائيل، الشرق الأوسط، الإرهاب، وطبعاً جماعة الإخوان المسلمين. وده مش حالة فردية،
قطر واحدة من أكبر الممولين الأجانب للجامعات الأمريكية. زي ما الإفصاحات الفيدرالية بتوضح، قطر كانت أكبر مصدر أجنبي للهدايا والعقود اللي لازم تتبلغ للجامعات الأمريكية في سنة 2025 بأكتر من 1.1 مليار دولار في السنة دي بس. تحليلات تانية بتقدر إجمالي مساهمات قطر في التعليم العالي الأمريكي بحوالي 6.6 مليار دولار. وبرضه المفروض نصدق ده ملوش أي تأثير ولا أي تأثير على ثقافة الحرم الجامعي ولا على دراسات الشرق الأوسط ولا على الطريقة اللي بيتم فيها شيطنة إسرائيل ولا على الطريقة اللي بيتم فيها تمجيد الحركات الإسلامية في المؤسسات دي اللي بتخرج قادة أمريكا في المستقبل بجد. وبعدين نيجي لواشنطن. من وقت ما دونالد ترامب اتنتخب لأول مرة في 2016، قطر صرفت تقريباً 250 مليون دولار على شركات ضغط وعلاقات عامة مسجلة في فارا بإجمالي 88 شركة. ومن يناير 2021 ليونيو 2025 وكلاء قطر بلغوا عن 627 اجتماعاً شخصي مع جهات سياسية في أمريكا، أكتر من أي دولة تانية في العالم. فبينما الناس المجانين على الإنترنت بيصرخوا عن AIPAC وهي منظمة أمريكية بيمولها أمريكان، قطر بتصرف مئات الملايين من الدولارات على جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة والجامعات وشبكات التعليم والوصول لدوائر النفوذ في واشنطن. ولسه في طيارة. العيلة الملكية القطرية عرضت على إدارة ترامب طيارة بوينغ 747 فخمة قيمتها مئات الملايين من الدولارات علشان يستخدموها كطائرة رئاسية مؤقتة. ودي حكومة أجنبية بتستضيف حماس، بتمول قناة الجزيرة وبتضخ فلوس في التعليم الأمريكي وشبكات النفوذ في واشنطن، وبتعرض على رئيس الولايات المتحدة قصر طائر. وإحنا المفروض نتصرف كأن ده هدية بسيطة كده من الكرم. قطر بتستضيف حماس. قطر بتمول عمليات نفوذ في الغرب وبتضخ فلوس في أنظمة إعلامية بتشيطن إسرائيل واليهود. وقطر بتضخ مليارات في الجامعات الأمريكية. هما الاتنين اللي بيولع النار واللي بيطفيها في نفس الوقت. جمهورية إيران الإسلامية عايزة تكسر التحالف بين أمريكا وإسرائيل عن طريق الدعاية والتخريب. قطر عايزة تشتري لنفسها نفوذاً في وعي الأمريكي وفي الفصول الدراسية الأمريكية وفي منظومة صنع القرار الأمريكية. الاتنين دول عمليات تأثير ضد أمريكا، والأمريكان لازم يصحوا قبل ما يفوت الأوان. وقبل ما نكمل عايزة أقول حاجة كمان عن المفاوضات اللي شغالة مع الجمهورية الإسلامية، لأن مهم نفهم إن المنطق كله ورا المفاوضات دي بايظ. المشكلة مش بس في شروط أي اتفاق ممكن يحصل، المشكلة في النظام نفسه. المسؤولين الغربيين دايماً بيتكلموا عن النظام كأنه دولة عادية بحكومة عادية، ممكن يتضغط عليها أو يتحط لها حوافز أو حتى يتقالها كلام حلو أو يدفع لها رشاوي، وفي الآخر هترجع للمجتمع الدولي. بس ده خيال في قلب كل سياسة فاشلة تجاه إيران بقالها 40 سنة. النظام ده مش قائم على إدارة دولة بشكل طبيعي، هو قائم على أيديولوجية ولاية الفقيه. دي ثيوقراطية ثورية مبنية على تصدير الثورة دي وتدمير إسرائيل وإهانة أمريكا وسخط الشعب الإيراني علشان يخضع. هم مش بيشوفوا التنازلات كحسن نية، هم بيشوفوا التنازلات كضعف. هم مش بيشوفوا المفاوضات كتنازل متبادل، هم بيشوفوا المفاوضات كساحة معركة الغرب بيجي فيها علشان يتلعب بيه. يعني بصراحة مفيش سيناريو منطقي إن النظام ده ياخد 6 مليار دولار أو 12 مليار دولار أو أي مبلغ من تخفيف العقوبات ويكون ده تنازل عقلاني. مش فارقة معايا مين اللي بيعرض ده، اللي يهمني إن الفلوس دي توصل لإيدين النظام الإسلامي، لأننا شفنا الفيلم ده قبل كده. إدارة أوباما أغرقت النظام ده بالفلوس والشرعية، وعملوا إيه بيهم؟ توسعوا في الشرق الأوسط، مولوا جماعات تابعة ليهم وبنوا شبكات إرهابية، سلحوا حماس وحزب الله والحوثيين وميليشيات في العراق وسوريا، وساعدوا في بناء الهيكل الإقليمي اللي وصلنا ليه يوم 7 أكتوبر. طيب ليه بنعيد نفس الغلطة تاني؟ وحتى في موضوع النووي الرسائل المتضاربة جنون. يوم يقولوا الخط الأحمر هو ممنوع الأسلحة النووية، تاني يوم بيبان كأنه التخصيب المحدود ممكن يكون مقبول. لا، الرقم الوحيد المقبول هو 0. 0 يورانيوم مخصب، 0 تخصيب محلي، و0 طريق لقنبلة. لأنه حتى لو وافقوا على 0 تخصيب بكرة وبعدين، دي لسه أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. ده لسه النظام اللي بيمول حزب الله وحماس والحوثيين والجهاد الإسلامي الفلسطيني وميليشيات قتلت مئات الأمريكان. ده لسه النظام اللي بيبني صواريخ باليستية. ده لسه النظام اللي بيخطط لعمليات اغتيال وبيستخدم الدبلوماسية كرهائن وبيعمل هجمات إلكترونية وعنده شبكات إرهاب عالمية.
ده النظام اللي بيعدم الإيرانيين وبيضرب المتظاهرين في الشوارع وبيعذب الستات وبيعدم مواطنيه لمجرد إنهم طلبوا بالحرية. فليه أصلاً يكون تخفيف العقوبات مطروح؟ المفاوضات دي مش بتحل تمويل الإرهاب بالوكالة، ولا بتحل إنتاج الصواريخ الباليستية، ولا بتحل موضوع احتجاز الرهائن. هي مش بتحل حرب النظام ضد المنطقة ولا حربه ضد أمريكا، والأهم من كده هي مش بتحل المشكلة الأساسية اللي هي الشعب الإيراني، لأنه الشعب الإيراني مش بيطلب من الغرب ينقذ النظام باتفاق جديد. هم مش بيموتوا في الشوارع بعشرات الآلاف علشان دبلوماسي غربي يجي يسلم على اللي بيضطهدوهم ويسميها سلام. ستيف ويتكوف. هم بيطالبوا بإنهاء ديكتاتورية إرهابية غير شرعية. فبدل ما يسمعوا لهم، المجتمع الدولي لسه مهووس بدعم النظام اللي الإيرانيين بيحاولوا يهربوا منه بأي طريقة. فوقوا بقى. مفيش صفقة كويسة مع الجمهورية الإسلامية. مفيش سيناريو في الدنيا يقدر العالم فيه يرشي نظام إرهابي خميني عشان يتحول لسويسرا. النتيجة الوحيدة المقبولة هي القضاء الكامل على برنامج النظام النووي للنظام وشبكة الإرهاب بتاعته وبرنامجه الصاروخي وسيطرته على الشعب الإيراني. لا تخصيب، لا رفع للعقوبات، لا شرعية، ومفيش أي صفقة مع الجمهورية الإسلامية. ودلوقتي ننتقل لفقرة الجيد والسيء والقبيح لهذا الأسبوع، وهنبدأ بالقصة السيئة عشان دايماً بنحب نختم بحاجة إيجابية. حادثة بشعة تانية من معاداة السامية في أوروبا، المرة دي في برشلونة، لما واحدة يهودية وشريكها اتطردوا من سبا عشان كانت لابسة سلسلة عليها نجمة داوود. أيوة، نجمة داوود. في الفيديو تقدروا تشوفوا موظفين السبا وهم بيقولوا إن عندهم مشكلة مع الصهاينة، وفي ناس في الخلفية بدأوا يهتفوا فلسطين حرة. مشهد مقزز جدا، شوفوا جزء منه. شخص جد. ليه سألتيني السؤال ده؟ عشان أنا مش عارفة، حد قال لي إنك هو لابس نجمة داوود اليهودية؟ لأني مش ضد النجمة، أنا في الحقيقة الشخص مشكلة. يهودي هو صهيوني، هما تقريبا نفس الحاجة. مش بالظبط. لا أنا مسموح لي. لا ما تطردنيش. عارف ليه؟ أنا متفرج. عليك. انتي بتهزري بجد، احنا مش بندعم إبادة صهيونية ولا احنا كمان. لا انتي حتى مش عارفة. احنا مش بندعمك عشان ده موقفك. فلسطين حرة. أكيد بتهزر معايا. فلسطين حرة. عشان الكل يبقى عارف أنا لابسة نجمة داوود وسألتني إذا كنت صهيونية وعشان كده ما قدرتش أدخل. في روحي في 60 داهية. مع السلامة يا ابن كلب. يا نهار أبيض. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض. أهلا بيك في برشلونة. الست فعلا قالت إنها قدمت بلاغ للشرطة بعد اللي حصل، وأنا عارفة إن الصبا نفسها فعلا أدانت اللي حصل وقالت إن المجموعة اللي نظمت الحدث ده مش هتقدر تعمل فعاليات هناك تاني. يا رب يقدروا يعملوا أكتر بخصوص التمييز الواضح ده. بس بصراحة ده بيوضح تاني إن لما بيقولوا صهيوني هم في الحقيقة يقصدوا يهودي. يعني كل اللي خلى الموقف ده يحصل هو إن واحدة ست كانت لابسة سلسلة عليها نجمة داوود. ده مش رمز صهيوني بشكل خاص، غير إنه رمز يهودي، وده اللي أنا شايفة إنهم نفس الحاجة زي ما الست اللي في الفيديو قالت. بس ده مش اللي احنا شايفينه. احنا شايفين ناس تانية بتحاول تحدد للمجتمع اليهودي ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح، وبتجبر اليهود يجاوبوا على نوع من اختبار الولاء عن آرائهم، وده مقرف جدا. بصراحة ده مقرف فعلا. يعني مش قادرة أتخيل إني أطلب من أي أقلية تانية إنها تتبرأ من حركة حقوقها المدنية كشرط علشان مش عارفة يسمح لهم يدخلوا سبا أو يحضروا مناسبة أو يروحوا مطعم. يعني ده شيء سخيف جدا. اللي بيحصل ده فعلا شيء سخيف جدا. مستوى الجهل والمعلومات المغلوطة اللي سيطرت على عقول بعض الناس دول، خصوصا من اليسار الواعي لكن كمان من اليمين الواعي، ده شيء مزعج جدا، مزعج جدا. شافوا نجمة يهودية وقرروا إنها مش مرحب بيها. وعلى فكرة مهم نفهم إن ده مش نشاط سياسي، ده مش شكل النشاط السياسي الحقيقي، وأكيد مش دعم للفلسطينيين، ده كراهية قديمة لليهود وبس. فالمرة الجاية اللي حد يقولك إن ده بس عن إسرائيل أو عن الصهاينة، وريدة عشان يبين للجميع مين الناس دي فعلاً.
ودلوقتي مع القصة البشعة، صعب أصدق إن اللي فاتت ما كانتش هي القصة البشعة، بس في قبح كتير في العالم اليومين دول. أقول إيه بس؟ كانديس أوينز وأنا كاسبيريان قعدوا مع بعض في جلسة كانت تقريباً 90 دقيقة، من أكتر الكلام المجنون والمعادي لليهود اللي ممكن تتخيله. والله أنا مش ببالغ. من فضلك ما تعذبش نفسك وتسمع الكلام ده. كان في ادعاءات كتير غبية بشكل مضحك ونظريات مؤامرة، وكانوا بيشجعوا بعض عليها. بس في لحظة معينة لما كانديس كانت بتتكلم عن اللي هي سمتهم، وده كان تعبيرها، الشعب المختار، مش الصهاينة ولا الإسرائيليين، الشعب المختار. هي ادعت إنهم بيقتلوا الأطفال جماعياً من غير أي عقاب، وفي نفس الوقت ردت عليها أنا كاسبيريان. إيفا براون العصر الحديث ما اعترضتش. بصي كده، لأنك هتشوفي المحافظين بيشجعوا اللي بيحصل في غزة، ودلوقتي في لبنان، ودلوقتي في لبنان، وبعدين يدعوا إنهم مؤيدين للحياة. أيوة، دي كانت من الحاجات الكبيرة بالنسبة لي اللي خلتني أقول إحنا مؤيدين للحياة. وانتي بتقولي لي إن في استثناء عشان عندك لاهوت منحرف بيقولك كده، وكل القواعد دي طبعا لازم نلتزم بيها، وطبعا ده الصح اللي المفروض نعمله. وربنا ربنا ربنا يسوع المسيح، وبعدين يقولوا إلا لو حصل في إسرائيل ساعتها عادي. فبقيت مستغربة، يعني في استثناء غريب كده نقدر نقتل أطفال كتير طالما ده بيحصل في إسرائيل؟ ليه كل واحد قاتل جماعي ما يروحش إسرائيل ويعمل اللي هو عايزه؟ أيوة، هو ده اللي بنعمله هنا. الناس بتيجي هنا عشان عايزين يقتلوا أطفال كتير. أكيد يا كانديس. دلوقتي أنا أشرت للمقطع ده تحديداً لأنه في كتير زيه، بس المقطع ده واضح جداً إنه مش انتقاد لإسرائيل، مش خلاف على السياسات. ده 2 ناس لئيمة وحقودة بيشجعوا بعض على كلام مقرف وافتراءات ضد اليهود، مش الصهاينة، اليهود. إن اليهود شايفين نفسهم أعلى من كل الناس، وإنهم بيهربوا من العقاب على جرائمهم، وإن عندهم حصانة خاصة من الأخلاق أو القانون. يعني هم فعلاً صوتهم زي إذاعة من الرايخ الثالث، ممكن تكره إسرائيل جداً وبرضه تشوف إن الستات دول فعلاً مصدر إحراج كبير. نظرية حدوة الحصان لسه محدش قدر يهزمها. ودلوقتي أخيراً نروح للقصة الحلوة، يعني حلوة ووحشة في نفس الوقت. أظن الأسبوع ده بدأنا نشوف لقطات ما كانتش اتعرضت قبل كده من الاحتجاجات اللي حصلت جوه إيران يوم 8 و9 يناير، لما الشعب الإيراني نزل الشوارع والإنترنت كان مقطوع. ودلوقتي مصادر موثوقة قالت إن ما بين 20,000 و40,000 إيراني اتقتلوا على إيد النظام في الاحتجاجات دي. لكن طول فترة الحرب محدش سمع كتير من الشعب الإيراني مقارنة بغيرهم، وده بسبب إن الإنترنت كان مقطوع في أطول فترة انقطاع للإنترنت في التاريخ الحديث. ودلوقتي بعد ما الإنترنت رجع جزئياً، رغم إنه تحت رقابة شديدة وتصفية، بقينا بنشوف لأول مرة لقطات من اللي حصل، والمشهد مش لطيف خالص. لقطات للحرس الثوري الإيراني والباسج وهما بيفتحوا النار على جموع الإيرانيين. لكن كمان شفنا لقطات بتظهر شجاعة لا توصف. الإيرانيين وهم عارفين كويس جداً المخاطر والعواقب اللي ممكن تحصل بسبب الخطوات دي، نزلوا الشوارع بالملايين في مدن مختلفة، ومعاهم أعلام الأسد والشمس وحتى صور رضا بهلوي، وهم بيهتفوا برجوعه. شوفوا بنفسكم. أنا مستعد لهذا. والله برافو، ما شاء الله، ربنا يبارك. بيقولوا إن بهلوي هيرجع. دي المعركة الأخيرة، بهلوي هيرجع. واللي مثير للاهتمام إنك تقدري تشوفي في المقطع ده إن معاهم بوسترات باسم رضا بهلوي، لأنه كتير من وسائل الإعلام الرئيسية كانت بتشيل الصوت من المقاطع الأولانية اللي انتشرت، وكانوا بيحاولوا يقولوا إن ده مش اللي الناس عايزاه، أو إن المقاطع دي اتلاعب فيها بطريقة ما. حملة واضحة جداً ضد ولي العهد، مع إن ده فعلاً اللي الناس بتقوله. بس لو مش مقتنع إن الشعب كله ضد النظام ده، شوف إزاي هدموا تمثال قائد الحرس الثوري الإرهابي قاسم سليماني أثناء الاحتجاجات دي. ما شاء الله. كنت أتمنى أكون موجودة في اللحظة دي، لحظة جميلة جداً، وكمان الاحتفالات كانت رائعة. كمان شفنا احتفالات كتير بعد اغتيال خامنئي، وده كان شيء جميل جداً نشوفه حتى لو متأخر. بس برضو حتى بعد كل الأدلة اللي ظهرت قبل كده واللي بتظهر دلوقتي، بنشوف إن إرادة الشعب الإيراني دايماً بتتجاهلها وبتتخطاها النخب الغربية.
يعني بصي إحنا وصلنا لفين في موضوع إيران. تعريف الجنون هو إنك تعملي نفس الحاجة مراراً وتكراراً وتستني نتيجة مختلفة. يمكن يكون الوقت جه إننا فعلاً نركز على اللي الشعب الإيراني بيطلبه ونبطل نحاول نخترع حلول أي إيراني عارف إنها مش هتنفع. إيران مش فنزويلا، ما ينفعش تسيبي النظام ده يكمل وتتوقعي إنه يتصرف بشكل مختلف عن قبل كده أياً كان الخامنئي اللي ماسك زمام الأمور. ده كل اللي عندنا للأسبوع ده يا سيداتي وسادتي، بس هرجع لكم الأسبوع الجاي بأخبار أكتر عن اللي بيحصل في حرب إيران وعن اللي بيحصل هنا في الشرق الأوسط. ولو عندكم أي خبر أو معلومة ابعتولي براحتكم على إكس على إيميلي كشريدر أو على إنستغرام على إيميلي إن تل أفيف. أشوفكم الأسبوع الجاي هنا في Access of Truth على GNS.